صباح الخير. النهاردة هنكمل مع بعض قراءة كتاب فن اللامبالاة، ودي الحلقة رقم 15 ودي أول حلقة في الفصل السادس. يلا بينا نبدأ مع بعض قراية بدون كلام كتير. الفصل السادس بعنوان أنت مخطئ في كل شيء وأنا كذلك. قبل 500 عام من الآن كان رسامو الخرائط يعتقدون ان ولاية كاليفورنيا جزيرة، وكان الاطباء يعتقدون ان فتح ذراع انسان او جعله ينزف من اي مكان في جسمه يمكن ان يشفي المرض، وكان العلماء يعتقدون ان النار مصنوعة من شيء يطلقون على اسمه مصدر اللهب، وكانت النساء تظن ان مسح وجههن ببول الكلاب يمنحهن مظهر الشباب الدائم، كما كان الفلكيون يعتقدون ان الشمس تدور حول الارض. وعندما كنت ولدا صغيرا كنت اظن ان متواضع نوع من الخضار لا احب تناوله، وكنت اظن ان اخي قد عثر على ممر سري في بيت جدتي لانه كان قادرا على التسلل خارجا من غير أن يخرج من الحمام. ملاحظة مهمة إن كان الحمام في نافذة، وكنت أظن أيضا إن ذهاب صديقي مع أسرته في زيارة إلى جبل واشنطن يعني إنهم ارتحلوا رجوعا في الزمن على النحو ما إلى الحقبة التي كانت الديناصورات تعيش فيها، وهذا لأن ذلك الرمز اللي هو جبل واشنطن يشير إلى زمن بعيد جدا في الماضي. ولما صرت مراهقا كنت أقول للجميع إنني لا أهتم بأي شيء، لكن الحقيقة كانت إنني أهتم بأشياء أكثر مما يلزمني بكثير، وكان أشخاص آخرون يحكمون عالمي من غير أن أعرف ذلك. كنت أظن أن السعادة قدر وليست خيارا، وكنت أظن أن الحب شيء يحدث من تلقاء نفسه وليس شيئا يعمل المرء من أجله، وكنت أظن أن كون المرء رائعا شيء يتمرن عليه المرء ويتعلمه من الآخرين وليس شيئا يخترع المرء من أجل نفسه. وعندما صارت لي صديقة للمرة الأولى ظننت أننا سنظل معا إلى الأبد، وعندما انتهت العلاقة ظننت أنني لن أعيش المشاعر نفسها من جديد مع أي امرأة أخرى، وعندما عشت تلك المشاعر من جديد مع امرأة أخرى ظننت أن الأمر كذلك، لأن الحب لا يكون كافيا بعض الأحيان. ثم أدركت أن على كل فرد من الأفراد أن يقرر ما هو كافي له، وأن الحب يمكن أن يوجد في أي مكان نسمح له بأن يوجد فيه. لقد كنت مخطئا في كل خطوة من خطوات طريقي، كنت مخطئا في كل شيء صلة حياتي كلها، كنت مخطئا تماما فيما يتعلق بنفسي وبالآخرين وبالمجتمع وبالثقافة وبالعالم وبالكون، وفي كل شيء كنت مخطئا. أأمل أن يستمر الوضع هكذا طيلة ما تبقى لي من حياتي، ومثلما يستطيع مارك الموجود حاليا أن ينظر إلى الخلف إلى أخطاء مارك وعيوبه في الماضي، فسوف ينظر مارك إلى الخلف في يوم من الأيام في المستقبل، سينظر إلى ما يظنه ويقول مارك الحالي بما في ذلك محتويات هذا الكتاب، فيلاحظ عيوبا وأخطاء مماثلة، وسوف يكون هذا أمرا حسنا لأنه يعني أنني أنمو وأتطور. هنالك عبارة شهيرة للاعب كرة السلة مايكل جوردان تتحدث عن فشله مرة بعد مرة بعد مرة، وعن أن ذلك هو السبب في نجاحه. حسن جدا، سأقول مقاله إنني أخطئ دائما في كل شيء مرة بعد مرة بعد مرة، وهذا السبب تحسن حياتي وتطورها. إن النمو عملية ترابطية متكررة لا نهاية لها. نحن لا ننتقل من خطأ إلى صواب، عندما نتعلم
شيئا جديدا، بل إننا ننتقل من خطأ إلى خطأ، لكنه خطأ أقل بمقدار طفيف. وعندما نتعلم شيئا إضافيا بعد ذلك، فإننا ننتقل من خطأ أقل بقدر بسيط إلى خطأ أقل بقدر بسيط إضافي، ثم ننتقل إلى خطأ أقل بقدر بسيط من ذلك الخطأ، وهكذا دواليك. نحن في عملية اقتراب دائمة من الحقيقة ومن الكمال، من غير أن نصل أبدا إلى تلك الحقيقة أو إلى ذلك الكمال. لسنا مطالبين بأن نعثر على الإجابة الصحيحة صحة مطلقة فيما يتعلق بأنفسنا، بل علينا أن نبحث عما نحن مخطئون فيه اليوم فنتخلص منه، حتى نستطيع أن نكون مخطئين أقل يوم غد. يمكن للنمو الشخصي أن يكون أمرا علميا تماما عند النظر إليه من هذه الزاوية. قيمنا هي فرضياتنا، هذا السلوك الجيد وهو هام، أما ذلك السلوك فهو ليس كذلك. وأما أفعالنا فهي تجارب كما في العلم، كما أن أنماط المشاعر والانفعالات والأفكار الناتجة فهي البيانات التي نحصل عليها، لا وجود لعقيدة صائبة أو أيديولوجية كاملة. الموجود فقط هو ما تجعلك تجاربك تراه صحيحا بالنسبة إليك. وحتى في هذه الحالة فإن من الممكن أن تكون تجربتك أيضا خاطئة على نحو ما، وربما أن لي ولك ولكل شخص آخر حاجات مختلفة وتاريخ مختلف وظروف حياة مختلفة، فإننا نصل بالتأكيد إلى إجابات صحيحة مختلفة فيما يتعلق بمعنى حياتنا وكيف يجب أن نحياها. تتضمن إجابتي فيما يتعلق بمعنى حياتنا وكيف يجب أن نحياها، تتضمن إجابتي الصحيحة السفر وحدي على امتداد سنوات طويلة، والعيش في أماكن نائية معزولة، والضحك بأقصى ما أستطيع. على الأقل هذه كانت الإجابة الصحيحة حتى وقت قريب، لكن إجابتي ستتغير وترتقي دائما، لأنني أتغير وأرتقي، ومع تقدمي في السن وزيادة تجاربي فإنني أتخلص من بعض ما في إجابتي من خطأ، وتصير أكثر انسجاما مع متطلباتي يوما بعد يوم، وهذا سيستمر. هنالك أشخاص كثيرون لديهم هاجس أن يكونوا على صواب في حياتهم إلى حد يجعلهم لا يعيشون تلك الحياة أبدا. لنقل إن هنالك امرأة عازبة وحيدة تريد لنفسها شريكا، لكنها لا تخرج من بيتها أبدا ولا تفعل شيئا للوصول إلى ما تريد. ولنقل إن هنالك رجلا يفني نفسه في العمل ويظن أنه يستحق ترقية، ولكنه لا يقول ذلك أبدا بوضوح أمام مديره، إنهما خائفان من الفشل أو من الرفض أو من وجود شخص ما يقول لهما لا. لكن الأمر ليس هكذا. من المؤكد أن الرفض مؤلم وأن الفشل مزعج، لكن هنالك بعض الأمور اليقينية التي نتمسك بها، إنها أمور يقينية نخشى أن نضعها موضع التساؤل أو نتخلى عنها. إنها قيم منحت حياتنا معناها على امتداد سنوات طويلة. تلك المرأة التي لا تخرج من بيتها ولا تتواعد أبدا، لأنها ستجد نفسها مضطرة إلى مواجهة معتقداتها فيما يتعلق بمدى كونها امرأة مرغوبة. وأما الرجل فهو لا يطلب الترقية، لأن ذلك يعني مواجهة معتقداته حول القيمة الحقيقية لمهاراته. من الأسهل على المرء أن يجلس في مكانه مع يقينه المؤلم بأن ما من أحد يجد جذابا وما من أحد يقدر مواهبه، من أن يختبر ذلك اليقين اختبارا حقيقيا ويتأكد من الأمر بنفسه. إن المعتقدات التي من هذا النوع اعتقادي بأنني لست جذابا إلى الحد الكافي فلماذا أتعب نفسي، أو اعتقادي بأن مديري في العمل
شخص سيء تافه، فلماذا أتعب نفسي؟ مصممة لإعطائنا قدرا متواضعا من الراحة الآن مع تضحية بقدر أكبر من السعادة والنجاح في وقت لاحق. هذه استراتيجية شديدة السوء على المدى البعيد، لكننا نتعلق بها ولأننا نفترض معرفتنا المسبقة بما سيحدث. بكلمات أخرى، نفترض أننا نعرف نهاية القصة. اليقين عدو التطور، وما من شيء يقيني قبل أن يحدث، قبل أن يتحقق فعلا، وحتى تلك اللحظة فهو يظل قابلا للجدل. هذا هو السبب في أن قبول النواقص والعيوب المحتومة في قيمنا أمر لابد منه حتى تنمو تلك القيم وتتطور. بدلا من الجري وراء اليقين، علينا أن نكون في حالة شك وبحث دائمين، شك في معتقداتنا وشك في أحاسيسنا وشك فيما قد يحمله المستقبل لنا إذا لم نتحرك ونخلق ذلك المستقبل لأنفسنا. وبدلا من السعي إلى أن نكون على صواب طيلة الوقت، يتعين علينا أن نبحث طيلة الوقت عن كيفية نحن مخطئون. هذا لأننا مخطئون دائما، وأن نكون مخطئين يجعلنا منفتحين على إمكانية التغيير. أن نكون مخطئين يأتينا بفرصة للنمو والتطور، وهو لا يعني إحداث شق في ذراعنا فصد مثلا لكي نشفى من المرض، ولا أن نرش وجهنا ببول الكلاب حتى نبدو شبابا من جديد، وهو يعني ألا نظن أن متواضعا نوع من أنواع الخضار، وألا نخشى منح بعض الأشياء اهتماما. الأمر هكذا لأن هنالك شيئا غريبا لكنه حقيقي. نحن لا نعرف حقا ما هي التجربة الإيجابية والسلبية. ينتهي بعض أصعب وأشد اللحظات في حياتنا بأن يكون أكثرها تحفيزا وصوغا لنا، كما يتضح لنا أن بعضا من أكثر اللحظات إشباعا في حياتنا هي أيضا لحظات تشتت انتباهنا وتنزع الحافز منا. لا تثق بفكرتك عن التجارب الإيجابية والسلبية. كل ما نحن متأكدين من معرفته حقا هو ما يؤلمنا في اللحظة الراهنة وما لا يؤلمنا، وهذا ليس شيئا كبير القيمة تماما مثلما ننظر مذعورين إلى الحياة التي كان يعيشها الناس قبل 500 سنة. أتخيل الناس بعد 500 سنة من الآن وهم يضحكون منا ومن يقيننا. سيضحكون كثيرا عندما يرون كيف نترك مالنا ووظائفنا تحدد لنا حياتنا، وسيضحكون عندما يرون كم نحن خائفون من إظهار تقديرنا لأشخاص هم أكثر أهمية بالنسبة إلينا، لكننا نكيل المديح لشخصيات عامة لا تستحق أي شيء. وسيضحكون منا عندما يرون طقوسنا والأشياء التي نطير منها والأشياء التي تسبب قلقنا والأشياء التي تجعل حروبا تنشب بيننا. سوف ينظرون شزرا إلى قسوتنا، وسوف يدرسون فنوننا ويتجادلون حول تاريخنا، وسيدرك هؤلاء الناس حقائق عن حياتنا لا يعرفها أحد منا حتى الآن، وسوف يكونون مخطئين هم أيضا، وسيتجاوزون الكثير من أخطائنا. وبس كده، دي كانت حلقة النهاردة. لو عجبتكم الحلقة دوسوا لايك واشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وشاركوني في قسم التعليقات عجبتكم حلقة النهاردة ولا لأ، وانتوا بتحبوا الفيديو يكون مدته صغيرة زي مثلا 10 دقايق 14 دقيقة ونطول عادي في الكتاب في عدد الأيام، ولا نخليه 25 دقيقة 20 دقيقة وأكتر. ادوني رأيكم عشان رأيكم مهم ومحتاجة جدا أعرف علشان نكمل على الأساس ده في الفيديوهات. وبس كده، كان معكم مونيكا حسين من قناة اقرأ مع مونيكا. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.